مسلسل المداح واحد من اقوى المسلسلات اللي كانت بتتعرض في رمضان، واكيد انت شفته قبل كده او على الاقل عارف قصته ايه. بس ده كله مسلسل وكلام كان مكتوب على ورق. بس انا في الحلقه دي هقول لك قصه المداح الحقيقي، والشاب اللي وصل لمرتبه كبيره جدا عند الجن، واللي كان متربي على تعليم السحر من ابوه وهو صغير، وكانوا بيبعتوا له اجمل بنات الجن كل ليله، واللي كانوا بيساعدوه في اعمال السحر والدجل. واول ما قرر ان هو يرجع لربنا هنا كانت المصيبه. الجن انتقم منه انتقام كبير وقتل ابنه الكبير بطريقه بشعه جدا قدام عينيه، وهي ان جسمه بدا يتنفخ لحد ما اتقطع وعينه خرجت من مكانها، وده كان يعتبر تهديد والا ابنه التاني هيموت. والمرعب بقى ان هم قتلوه هو كمان. ده مش عياله الاتنين بس، لا ده مراته اللي كانت حامل. قصة النهاردة بتدور حوالين الساحر اليمني التائب داوود محمد فرحان او المداح الحقيقي. أنا ما جيت إلى هذا المكان لكي أفتي أو أقرر أشياء، وإنما جيت لكي أوضح وأبين للناس خطورة هذه الشريحة الفاسدة. الجن والسحر والعالم الغامض ده منتشر عنه حكايات كتير، بس القصة اللي هحكي لك النهاردة واحدة من أرعب القصص اللي ممكن تسمعها عن عالم الجن، واللي بتحكي عن انتقام الجن من السحرة اللي هم قرروا يبعدوا عن الطريق ده، واللي بيبقوا بقالهم فترة طويلة بيخدموا الجن. ومن الناس دي اللي دخل العالم بمزاجه، ومنهم اللي دخل غصب عنه زي محمد داوود فرحان. وبتبدأ الحكاية ان ابوه كان واحد من اقوى السحرة اللي كانوا عايشين في المدينة، وبيحكي داوود ان هو لما كان صغير كان بيتعرض للمس اكتر من مرة، بالرغم من ان ابوه كان بيخدم الجن وكان بيتودد ليهم، الا انهم كان ليهم هدف تاني من الطفل ده، وهي انهم شايفين محمد فرحان ابو داوود كبر في السن وكان لازم يبقى في بديل عنه، فكان ده نوع من انواع الضغط عشان يضم داوود ليهم، بالرغم من ان هو كان لسه عنده 10 سنين، يعني عيل صغير. بس ابوه كان دايما بيرفض الموضوع ده، وكان دايما بيبعده عن عالم الجن وعالم السحر اللي كان عايش فيه. واما كبر داوود شويه ودخل في سن المراهقه بدا الجن ان هو يغويه، وكان بيبعت له اجمل بناته. وبالفعل فضل داوود يقابل كل يوم واحده في مكان فاضي في القريه، وهنا كانت البدايه. وزي اي طفل بيكون متعلق بوالده، داوود كان مهتم جدا يعرف عن العالم بتاع ابوه وبيحاول يتعلم منه، وكان بيحاول دايما يعرف اسرار المهنه. وطبعا هو لسه جاهل بالموضوع وكان طفل ما يعرفش اضرار اللي هو داخل عليه، ويشاء ربنا ان ابوه يتوفى ويسيب كل حاجه وراه. بس في مره من المرات اللي كان داوود بيقابل فيها احد بنات الجن في مكان فاضي، بعد ما خلص قعدته اتجه للبيت، لاحظ ان في جمل موجوده على الطريق وسايب، فافتكر ان هو هرب من احد المسافرين او حاجه زي كده، فقرر ان هو ياخده معاه البيت يساعده في الطريق لحد ما يعرف صاحبه مين. بس فجاه يوصل بيه المكان عالي والجمل يرفض ان هو يتحرك كانه مربوط. راح داوود ضربه بس ما كانش فيه فايده، وفجاه داوود يتصدم ان الجمل بيتكلم بس بصوت انثوي، وفجأة داوود يصرخ من الصدمة ويفقد الوعي لحد ما يلاقوه أهالي القرية ويودوه على البيت. وفضل داوود مغمى عليه وفي غيبوبة كاملة لمدة 3 سنين. واما حصل معاه الموقف ده كان عنده 15 سنة، واما فاق من الغيبوبة بقى عنده 18 سنة. والمرعب ان داوود لما فاق كان بيقول ان الجن بيخدمه وكان بيجيب له أكل أغلبه من اللحوم. واللي يصدمك بعدها ان داوود يكتشف ان اللحوم دي كانت لحوم لحيوانات ميتة. والمرعب أكتر انه بقى عنده رغبة ان هو يدور على الحيوانات الميتة ويدور على جثثها ويبقى عايز ياكلها. وزي ما قال داوود ان هو ما كانش اللي بيبقى عايز ياكل، ده الجن اللي بياكل من خلال جسم داوود. وبدأ الموضوع يتطور معاه واحدة واحدة لدرجة ان هم طلبوا منه يجيب جثة انسان او جثة طفل وياكلها، وعشان يطمنوه قالوا له ان ابوه كان بيعمل كده وكان بياكل جثث الاطفال، وابوه كان بيعمل ده كله عشان يرضيهم. بس داوود قال ان هو عمره في حياته ما كان لحم بشري. وفي يوم من الايام داوود خرج من البيت عشان يتمشى بدون وعي لحد ما وصل لمدينة اسمها زبيد، وفضل قاعد هناك لمدة 3 ايام متواصلين في مكان كده شبه المسجد، لحد ما جاله راجل واداله فلوس عشان يروح منطقة اسمها يفرس، وبالتحديد عند قبر ابن علوان، وانه هناك هيستلم مكان ابوه وهيبقى عنده كرامات مش عند حد. طب مين بقى ابن علوان اللي هم عايزينه يروح له؟ ابن علوان كان واحد من الناس الصالحين وتوفى، وبعض الناس الجهله حولوا المقبره بتاعته لضريح وبيعملوا طقوس غريبه ملهاش اي علاقه بالدين بغرض التقرب منه هو بدل ما يتقربوا لربنا. وبعدها يوصل داوود للضريح ويفضل قاعد هناك 5 ايام. وكان بيصلي وبيصوم عادي؟ اكيد لا، داوود كان بيصلي في اتجاه قبله غير القبله المعروفه عند المسلمين كلهم. داوود كان بيصلي للقبر بتاع ابن علوان. وبعد 15 يوم بيقول ان هو جاله شخص مجهول قال له اطلع من المكان ده، انت خلاص بقيت مبروك واخدت كرامات ابوه، وسلمه في ايده سبحه وكتاب وخاتم، وقال له الحاجات دي سابها لك ابوه. ومن وقتها سمح الجن لداوود ان هو يبقى ساحر ويمارس اعمال الدجل، بس بشرط ان هو يروح لهم في نفس المكان كل سنه ويجيب معاه اي غنمه ويذبحها عند القبر. رجع داوود للبيت
البيت وبدأ يدور على كتب السحر الخاصة بابوه، واللي كانت امه دفناهم في حتة محدش يعرفها، واللي كانت عاوزة تخبيهم بعد موت ابوه وتبعده خالص عن السكة دي. بس للأسف الجن عرفوا الطريق ودلوا على مكان الكتب، ومن هنا عرف داوود سكة الكتب وبدأ قصة جديدة ورحلة جديدة في عالم الجن. بدأ داوود يقرأ في الكتب ويبحث ويشوف ايه اللي ممكن يعلي درجته في السحر ويقدر ان هو يبقى اعلى في المكانة ويعدي قوة ابوه في السحر. وكان اول شروطهم ان هو يكفر بالله وبالملائكة وبالرسل، والشرط التاني هو تدنيس المصحف، والشرط التالت هو انه ما يغتسلش او ما يبقاش طاهر وما يقعدش في اي قعدة فيها ذكر. والغريب بقى ان هو كان مسموح له يصلي عادي، بس يصلي وهو مش طاهر عشان يخدع الناس ان هو رجل صالح وعنده كرامات. وبدأ الكلام ينتشر عن داوود وصيته يسمع في القرية كلها، وان هو عنده كرامات زي ابوه او اكتر، والكرامات دي بتمكنه ان هو يشفي الناس ويلبي طلباتهم واحتياجاتهم وينفذ اي حاجة تطلب منه. وبيحكي داوود ان هو كان بيجيله ناس من ضعاف الايمان، وواحد منهم طلب ان هو يشفي له زوجته، فرد عليه داوود وقال له ان الموضوع بسيط، بس اول حاجة هصلي ركعتين وادعي ربنا يشفيها. وطلب منه ان هو يدخل الحمام عشان يتوضى، بس هو ما كانش بيتوضى، ده كان بيحضر نفسه بانواع من النجاسات والشرك بالله عشان يقرب من الجن وبكده ينفذوا له طلباته. طب الجن اصلا ما عندوش قدرة ان هو يشفي حد، بس عندهم علم كبير في مجالات كتير زي الطب. فكان الجن بيكشف على المريض ويشخص علاج لحالته من بعض الأعشاب، وبعد ما يخف ينتشر صيت داوود في كل مكان أكتر وأكتر. وده بالظبط اللي بيحصل مع أي ساحر، وبيبعدوا الناس عن عبادة الله، وإنك تروح لساحر أو دجال كده أنت بقيت مشرك بالله وأنت مش عارف. ومن بعض الحاجات اللي كان بيعملها داوود قدام الناس عشان يسحر عيونهم ويبين لهم إن هو ليه كرامات، هي إنه بيغرس خناجر في بطنه وما كانش بيحس بأي ألم، ده ما كانش حتى بيتخربش، وده لأن الجن بيبقى لابس جسمه واللي كان بيحميه من الطعنات وأي ضرر. لكن في مرة من المرات وهو بيعمل الحركة دي وبيستعرض مهاراته في السحر قدام الناس، دخل عليه شاب متدين وشاف الموضوع وقال إن ده ساحر، وبعدها قرأ في سره آية الكرسي. وبيقول داوود إن في لحظة واحدة الجن كله هرب من حواليه وسابوه يواجه طعنات الخناجر الحقيقية، وبعدها يفقد الوعي ويتنقل للمستشفى بعد ما كان هيموت. وبيقول إن هو حاول لمدة 3 سنين متواصلة إن هو ينتقم من الشاب ده، وبعت له أكتر من جن قوي بس ما كانوش قادرين يأذوه إلا بعد 3 سنين. وفي يوم من الأيام الشاب ده يكون متعصب جدا وفاقد الوعي، وشاف الجن إن دي فرصة كويسة إن هو يمسه ويأذيه في الليلة دي. وفضل داوود يمارس السحر ويطور نفسه فيه لمدة 25 سنة، 25 سنة من الشرك وخداع الناس وأذيتهم. ده وصل بيه الحال إن هو يعبد الجن، ويشاء ربنا لداود الهداية بعد كل اللي حصل ده، وده من رحمة ربنا على العبد. ومن هنا بدأت رحلة التوبة عن طريق حلم شافه وهو نايم، واللي شاف فيها جميع مراحل الموت كأنها حقيقية وقدام عينه، من أول ما مات واتغسل واتكفن والجنازة بتاعته والناس شايلاه وبيقولوا الحمد لله إن احنا خلصنا من شره، لحد دخول القبر وشاف ضلمة القبر ورعبه، واللي كان بيسمع فيه أصوات عاملة زي أصوات الرعد، وجاله أشخاص شكلهم مرعب وبدأوا يسألوه أسئلة الملاكين، وما كانش ولا قادر ولا عارف يجاوب. فأمروه إن هو يصلي وقال لهم إن هو مش طاهر، فجابوا له ميه مغليه بيقول ان هي من شده غليانها لو كان طاير فوقها طياره على الارتفاع العالي ده كله كانت وقعت، وقالوا له اتوضى واغتسل من الميه دي. ما قدرش حتى ان هو يقرب منها، وفجاه طلعت ايد من تحت الارض مسكته من صدره وحطته جوه الميه دي، وبدأ يصرخ وفزع كل أهل البيت والجيران، وقام بعدها مفزوع من النوم جامد. فكل الناس اتجمعت عليه وقالوا له مالك ايه اللي حصل؟ فقال لهم مفيش حاجة أنا بس محتاج ارتاح شوية. بعدها ينام تاني ويحلم بنفس المكان، وفجأة يشوف أبوه بيتوضى من نفس المية المغلية وبيقول له اهرب من عندك وسيب الباطل وتمسك بالحق. اهرب يا داوود انت عندك وقت للتوبة. صحي داوود وقتها مفزوع من النوم، ومن وقتها قرر ان هو يتوب ويرجع لربنا. وبيقول داوود وقتها ان هو قرر يقوم يصلي، لكن ما قدرش وحس بشلل تام في جسمه، فقرر ان هو يستعين بالله ويقوم يتوضى وضوء صحيح، وبعدها يصلي لأول مرة في حياته بعد مدة 25 سنة من الشرك بالله واللي كان بعيد عنه تماما. وأول ما بدأ يصلي الجن ملا الأوضة، وجابوا له أجمل نسائهم تاني عشان يغبوه ويبعدوه عن الطريق، لدرجة ان هم كانوا بيغروه وقت الصلاة. بس داوود كان مركز جدا وكان تايب لله توبة نصوحة، وقلبه بقى مع ربنا. ولما حسوا ان هو ما بقاش في امل منه بدأوا يهددوه بقتل اولاده واهله. داوود ما اهتمش بكلام الجن وتهديداتهم، فبدأ الجن
ينتقم بأول طريقة، وهي قتل ابنه الكبير قدام عينه واللي كان عنده وقتها 9 سنين. وبيحكي داود وبيقول فجأة جسم الولد بدأ يتنفخ وجلده يتشقق وخرجت عينه من مكانها، وطلبوا منه ان هو يرجع عن طريق ربنا والا هيقتلوا ابنه التاني. بس داود يرفض، عشان كده قتلوا ابنه التاني بنفس الطريقة. وبعدها جه الدور على مراته اللي كانت حامل واللي جالها مرض شديد. وبعد الفحوصات في المستشفى يكتشفوا حاجة مرعبة جدا، وهي ان الجنين اللي كان في بطنها ملوش اي اثر ومش موجود، كأنها ما كانتش حامل اصلا. والموضوع ما كانش ليه اي تفسير. اخدها داود وبدأ يقرأ عليها قرآن لحد ما نطق الجن على لسانها، واللي قال انا اكلت الجنين ومش هسيبها لحد ما تموت والا ترجع لينا تاني. واللي بعدها تفوق مراته وتقول له ما تصدقش الكلام ده، وانهم لو قتلوني ربنا هيعوضك باحسن مني، ولو عاوز يكون لينا مكان في الجنة اوعى تسمع كلامهم وكمل في طريقك لربنا. وما عداش وقت طويل لحد ما الجن قتل مراته، بس داود فضل صابر وعنده امل ان ربنا يجمعه باسرته تاني في الجنة. وطلع داود وحكى القصة بتاعته دي في احد القنوات على التلفزيون، واما سألوه كان ايه شعورك والجن متسخر لخدمتك وبيعمل لك اللي انت عايزه، وشعورك دلوقتي بعد توبتك لربنا؟ قال لهم والله برغم من ان انا كنت املك كل حاجة الا ان انا كنت عايش في هم وضيق وحزن وخوف، لكن دلوقتي عندي راحة ومطمئن. المهم سيبك من ده كله، تفتكر بقى القصة اللي حكاها داود دي ممكن تكون حقيقية ولا لا؟ واكتب لي في الكومنتات عاوز الحلقة الجاية عن ايه. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الحلقات الجديدة، وروح اعمل لي فولو على انستجرام بكون موجود هناك على طول. سلام.